السلام عليكم. هو لو الواحد غلط مع خطيبته وما حصلش نصيب وهيسيبوا بعض او سابوا بعض، ايه اللي ممكن يحصل؟ دي مشكلة اخونا هنا. هحكيها لكم، بس قبل ما احكي يا ريت يا جماعة قدروا المجهود اللي بيتعمل في الفيديو، لايك وتعليق بسيط مش هياخد منك حاجة، وشير للفيديو. السلام عليكم. حصلت علاقة كذا مرة مع خطيبتي، واحنا تعودنا على بعض وبقالنا سنة مخطوبين. الايام دي حصلت شوية مشاكل بين اهلي واهلها، اتخانقوا مع بعض بسبب القايمة والدهب، وسيبنا بعض خلاص، مفيش امال نرجع تاني. تنصحني اعمل ايه؟ انا حاسس بالذنب ومحدش يعرف ان حصل علاقة خالص من اهلي ولا اهلها. بص، يعني مشكلتك بتبقى يعني ليها كذا حل وكذا عقدة. يعني ممكن حل انك تدخل حد كبير من عندك، ابوك، عمك. بس المقولة الشهيرة اللي هيقولها لك لما تقول له حصل بينه وبين خطيبتي علاقة، هيقول لك طالما سلمت نفسها ليك هتسلم نفسها لغيرك. فطبعا واضح من الرسالة ان انت مش سيد قرار نفسك. سامحني انا مش بغلط، بمعنى ان اهلك مساهمين في الجوازة فلازم كلامهم يمشي يعني. فطبيعي انت مش هتروح من ورا اهلك تاخد تتجوزها عشان تصلح غلطتك، عشان انت عارف بس انت وهي اللي حصل بينكم. وحلو انك حاسس بالذنب، هو وحش انك تعمل كده اصلا وده ما يصحش. سنة خطوبة يا مؤمن، لا. يعني انت غلطان غلط كبير، وهي برضه غلطانة. والله انا نفسي ما عارف المشكلة، بس يعني وتختلف المشكلة من طريقة حل، من قدرتك انت على حل المشكلة. حل المشكلة، روح اتجوزها. ده حل المشكلة. يعني انا لو انا مكانك هو ده اللي انا هعمله. طبعا انا مش مكانك ان انا اغلط، مستحيل. بس مكان لو يعني لا قدر الله ده حصل، فده لازم تعمله، لازم تعمله عشان على الاقل قدام ربنا تفرقش معاك حد تاني. تمام. او الصح تقول لاهلك، بس هتفضحها وتفضح نفسك. تمام. فهو رأيي انا الشخصي، تحدى الكل، روح خدها. بس في الحالة دي هتبقى انت بتحط سكينة او سكينة اهلها على رقبتك، اللي هو بقى القايمة اللي هم عايزينها والدهب اللي هم عايزينه. فانت مصعب على نفسك بالغلط اللي انت عملته، انت صعبت على نفسك قوي. وبرضه ما اقدرش اقول لك سيبها، اشيل ذنبها، تشيل ذنبها انت لوحدك. على العموم يا جماعة، دي بجد من المشكلة اللي انا محتاج رأيكم فيها. لو في اي رأي حطه في كومنت لاخوكوا برضو، وياريت باحترام لو سمحت يعني. وما تنساش لايك، شير، سبسكرايب للقناة. واللي عنده مشكلة يا جماعة يكتبها لي في تعليق، في كومنت، وانا هعمل عليها فيديو. شكرا.